الآن سأعطيكم بعض الحقائق والمعلومات المثيرة عن الملكة إليزابيث. المعلومة الأولى: قد لا يعلم البعض بأن الملكة إليزابيث لا تدفع الضرائب، أو لنقل أنه لا يفرض عليها رسميا دفع أي ضرائب، بل كل ما تقوم به هي أنها تدفع فعلا الضرائب، لكن بشكل تطوعي منها فقط. وتحتسب ضرائب الملكة بناء على أرباح مؤسسة كراون ايستيت التي تدير ممتلكات العائلة المالكة البالغة 95 مليون يورو للسنة المالية 2019 و2020. المعلومة الثانية: الملكة إليزابيث لم تذهب لأي مدرسة من قبل، وكل ما كانت تفعله هي أنها كانت تتعلم في المنزل على يد معلمين، ولم تدخل لا لمدرسة لا عمومية ولا خاصة. المعلومة الثالثة: الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين، فقد ولدت في 21 أبريل 1926، ومع ذلك تحتفل بريطانيا بعيد ميلادها الرسمي في شهر يونيو في موكب احتفالي سنوي يطلق عليه اسم Dropping the Collar، والذي يعد احتفالا تقليديا تم اعتماده منذ عام 1748. المعلومة الرابعة: في عهد الملك إدوارد الثاني، وبالتحديد سنة 1324، تم إقرار قانون يعتبر الملك هو المالك الرسمي والوحيد لجميع الدلافين والحيتان وأسماك الحفش في المياه البريطانية. ونص القانون يقول أن يكون للملك الحيتان وسمك الحفش التي يتم صيدها في البحر أو في أي مكان آخر داخل المملكة، وبالتالي تعتبر الملكة إليزابيث هي المالكة لهذه الأسماك. المعلومة الخامسة: قانونيا ورسميا لا يمكن لأحد مقاضاة الملكة إليزابيث أمام المحكمة أو حتى إلزامها بتقديم أدلة، وعلى الرغم من أن الإجراءات المدنية والجنائية لا يمكن اتخاذها ضد المالكة، فهي دائما حريصة على التأكد من أن جميع أنشطتها التي تقوم بها شخصيا تتم بشكل صارم بما يتفق مع القانون. المعلومة السادسة: الملكة إليزابيث لا تمتلك لا جواز سفر ولا رخصة قيادة. فعلا هي لا تمتلك جواز سفر رغم أنها سافرت لتقريبا 129 دولة حول العالم، وهذا شيء لا تتمتع به إلا الملكة، باعتبار أن هذه الوثيقة تصدر باسمها. وأيضا هي لا تمتلك رخصة سياقة لأنها أيضا تصدر باسمها، ولا تحتاج لهذه الوثيقة بالرغم من أن لديها أسطول من السائقين. المعلومة السابعة: تم تصوير الملكة إليزابيث في العديد من الأفلام والعروض التلفزيونية والوثائقيات، فتقدر بعض البيانات الصادرة عن موقع IMDb الخاص بالأفلام أنه تم تصوير الملكة حوالي 100 مرة، ومن هذه الأفلام والمسلسلات مثلا The Crown الذي يعرض على نتفليكس والملكة. ومن الحقائق الغريبة أيضا عن الملكة إليزابيث أنها عايشت وعاصرت الكثير من الأحداث العالمية، فقد عاشت حرب العالمية الثانية، الحرب الأهلية الإسبانية، حرب الخليج، حرب أفغانستان، احتلال فلسطين، وعايشت سقوط عدة دول وإمبراطوريات، وأيضا عايشت نشوء دول جديدة، فقد عاصرت غالبية رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من أيزنهاور إلى بيل كلينتون إلى جورج بوش الأب إلى جورج بوش الابن إلى باراك أوباما وإلى الآن ترامب. وهنا في المغرب عايشت الملك الحسن الثاني، وعاصرت الكثير من رؤساء فرنسا، وغالبية هؤلاء الرؤساء والملوك ماتوا